تخيل تصحى الصبح من النوم تلاقي نفسك مش انت، اسمك اتغير، لبسك اتغير، حتى دينك اتغير، وده كله مش بإرادتك ولا برغبتك، ولكن عشان الدولة تحميك. الموضوع ده ببساطة مش خيال علمي ولا حتى مؤامرة، ده ببساطة اللي حصل في فيلم حسن ومرقص. فيلم بدأ بفكرة بسيطة ولكن كان وراه نار كبيرة، نار سياسية طائفية وشائعات مكسرة البلد وقتها، ونار ناس مش طايقة بعضها من كتر اللي اتزرع جواها. الفيلم ده جه في وقت حساس جدا، وقت كانت مصر ماشية فيه على سلك نار، أحداث طائفية، شائعات، فتن متحركة في الشوارع. في وسط ده كله قرر رامي إمام يضرب في العروض ويقدم فيلم ما يجملش ولكن بيعري الحقيقة كاملة. يلا بينا نغوص في أحداث فيلم حسن ومرقص. أنا سعد وده برنامج المفتش الفني. قبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش تنزل تعمل لايك حالا وتكتب الكومنت وتقول لي الفيلم اللي انت عاوزنا نتكلم عنه الحلقة الجاية. معلش غبنا عنكم فوق الشهر ولكن ان شاء الله الرجعة قوية جدا. ما تنساش تكتب لي الفيلم اللي انت عايزه نتكلم عنه في الحلقة الجاية. مرقص بيتحول لحسن وحسن بيتحول لمرقص، والدولة اللي بيمثلها عزت أبو عوف، وكل ده مش عشان تغيير في القناعات لكن عشان الدولة شايفة ان الحل اتغير وشك مش واقعة. بيبدأ الفيلم وبنشوف الفنان الكبير عمر الشريف اللي قايم بدور حسن، والدور بتاع حسن كان قوي جدا. وطبعا ما ننساش دور القس بولس اللي قام بدوره الفنان الكبير عادل امام. وبعد تعرضه لمحاوله اغتيال بيطلب من اللواء مختار سالم اللي قام بدوره الفنان عزت ابو عوف انه يحميه. وبتتطور الاحداث في الكوميديا والتشويق في الفيلم. بنشوف مشهد سخيف للفنان عادل امام وهو بيستلم من اسمه مرقص لاسمه حسن العطار البطاقه والاوراق الشخصيه الجديده. بيبان على وشه كده كوكتيل حزن وقهر وضحك، او هو مش فاهم ايه اللي حصل عشان يوصل للمرحله دي. حسن عبد الحميد العطار. مين؟ انت اسمك حسن عبد الحميد العطار. وده طبعا مش مشهد كوميدي ولا مشهد عادي، ده مشهد واضح بيكشف ازاي الامن ممكن يتحول لضغط على الهويه. لو جينا نبص لواحد من اقوى المشاهد في الفيلم وهو مشهد لما مرقص وهو متنكر كمسلم دخل المسجد والمفروض يخطب بالناس. والمشهد رغم كوميديته على السطح ولكن مشهد حساس لدرجه غريبه، الا انه بيوصل رساله تقيله جدا. لو فاكرين ده نفس المسجد اللي في اول الفيلم كان رمز للتطرف والارهاب، ودلوقتي نفس المكان اللي بيشهد على الالفه بين بعض. وده ياكد لك ان الدين بريء من الطائفيه، وبيوجه طبعا الاتهام الحقيقي ناحيه السياسه مش العقيده. الدين بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في 2008 مصر كانت بتغلي، فتن طائفيه وشوارع بتتحرق وكنائس بتتولع ومساجد بتتحرق. وفي مشاهد في الفيلم تقول لك ان كانت واصله في مصر في الوضع ده ان الجنازه بتتحول لمظاهره. لو جينا بقى لرامي امام، رامي امام ما استخباش ورا الكوميديا. رامي امام استخدم الكوميديا في الفيلم كأداة ولكن ما خدش الموضوع بهزار، يعني ما عملش الفيلم كله كوميدي. الفيلم كان صرخه واعيه في وقته مش بروباجندا. طبعا في الفيلم مشاهد لحسن ومرقص وهم قاعدين في البيت بيهزروا وبياكلوا مع بعض، واسره حسن واسره مرقص عايشين زي الفل. انا قلت نقعد في الفيشاوي عشان دي احسن حته بحب اجي اقعد فيها. والله يا مرقص يا اخويا، قعدتنا احنا الاتنين على البرش كانت من امتع الاوقات اللي قضيتها في حياتي. والمشاهد اللي زي دي في الفيلم بتوضح لك ان عمر ما كان الدين مانع للألفة. لكم دينكم ولي دين، ولكن احنا كنا طول عمرنا كمصريين بنتعامل كاخوات، الدين لله والوطن للجميع. والمشكله هنا عمرها ما كانت في العقيده، المشكله في استغلال الناس للعقيده. وطبعا الدين عمره ما كان حاجه تتخبى، واللي يضطر يخبي دينه عشان يعيش يبقى عايش في دوله فاشله. لو جينا شفنا في مشهد حسن ومرقص بيتخانقوا ومحمد امام بيتضرب وبيتصاب، لكن جوه الخناقه دي كان يبين لك ان في حب وفي غيره على عرض الناس اللي مش من دينك، في احساس ان دي بنتك حتى لو مش من دينك. واكتر حاجه تبين لك الكلام اللي انا بقوله ان هم كانوا قاعدين على سفره واحده بياكلوا نفس الاكل، مفيش فرق، وده عارف ان هو مسلم والتاني عارف ان هو مسيحي، ولكن كانوا بيتعاملوا كاسره واحده. وده اللي احنا طول عمرنا عايشينه. ودي مش لقطة في نهاية الفيلم، دي مراية بتعكس الواقع كمصريين. ونيجي المشهد الأخير في الفيلم، محمد إمام بيعترف لشير عادل إن هو مش مسلم وهو مسيحي، وهي تقول له إنها مسيحية مش مسلمة. عماد، انا عايزه اقول لك على حاجه. ده انا اللي فيه حاجه مهمه لازم اقول لك عليها وهتفرحي قوي لما تعرفيها. انا ما اسميش عماد، انا اسمي جرجس. انا مسيحي زيك يا مريم. وده عمل شرخ كبير قوي في الصورة. لقينا البيت اتقسم، دول بياكلوا لوحدهم ودول بياكلوا لوحدهم. كانوا ممكن ينقلوا بس الظروف كانت مضطرة
اللي هم يعيشوا مع بعض في نفس البيت ولكن كل واحد عايش لوحده. وده اللي بيظهر الشرخ بين المصريين في وقت من الاوقات، اللي خلى كل واحد عايش لحاله، لو سمع جنبه جاره بيموت مش هينزل يلحقه. وده احنا عشناه في سنين قريبه مش بعيده في مصر. فيلم حسن ومرقص مش بس فيلم عن فتنه طائفيه ولا حتى علاقه المسلمين بالمسيحيين، ده فيلم بيقول لك ان ازاي النظام السياسي ممكن يتدخل في حياه الانسان في اضعف نقطه ليه وهي هويته، وازاي ممكن الدين يتحول لاداه سياسيه في ايد السلطه. وطبعا الفيلم بيوضح لينا وبيقول لنا ان الدين بريء، واللي خانك اللي حاول يستغل الدين ضدك. في النهايه حسن ومرقص يكونوا احنا، ولكن السؤال الحقيقي احنا عايزين نكون حسن ولا عايزين نكون مرقص؟ لو وصلت معايا لهنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت وتقول لي الفيلم اللي عايزنا نتكلم عنه والحلقه الجايه. سلام.